هم داخلين عليكم. كما يتم تسليم درع شكر وتقدير الى السيد المهندس رضا عبد الصمد، يتم تسليمه السيد الدكتور احمد عبد الفتاح الى المهندس رضا عبد الصمد رئيس مجلس اداره شركه النصر بترول. نظام جميل جدا، وانا سعدت جدا بمجيئي هنا السويس. وبعدين انا بعتبر النهارده ان كله كسبان، لان الهدف الاساسي ان احنا نعمل روح اجتماعيه جميله بين الفرق الرياضيه كلها وبين قطاع البترول كله. الهدف كله الناس كلها مبسوطه، يحصل توافق، يحصل تجمع بين الناس كلها، يحصل ايام رياضيه جميله. وانا في نظري مفيش فريق خسران وفريق خسران، الهدف كله ان احنا نستمتع ونأدي ليالي رمضان جميله. وانا مبسوط بالشكل العام، وكل سنه وانتم طيبين. الحمد لله والشكر لله. الهيئه الحقيقه هيئه البترول ممثله في اللجنه العليا للنشاط الرياضي برئاسه الدكتور احمد، الحقيقه نائب رئيس الهيئه الرئيس التنفيذي للهيئه الاستكشاف. الحقيقه محافظين على الدوري لقطاع البترول، بيبقى تنشيط الحقيقه لجميع العاملين وبيسري العلاقات الطيبه، وبتبقى في ايام مباركه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الانابيب فرقه محترمه ومعاها جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن سعيد ايدو، والجهاز اللي معاه كابتن جمال العياط، والناس كلها اللي معاها ناس فوق الوصف، ناس محترمه. الدوره ابرزت لعيبه بسم الله ما شاء الله عليها، ونجوم فوق الوصف، لعيبه دوري ممتاز، احمد فوزي، ابيليا، ايمن قطه، بسم الله ما شاء الله، احمد سعيد، سعد الله، ناس بسم الله ما شاء الله. دوره جميله، ومش عارف اقول ايه والله. انا فرحان جدا، مش قادر اعبر عن الفرحه اللي انا فيها والله. بعد 4 سنين ربنا بيكلل مجهودنا ومجهود اللعيبه ديت بمباراه عصيبه. الحمد لله الفوز راح مني ورجع تاني، عشان الحمد لله نيتنا كويسه ونيتنا سليمه. وانا بقول للعيبه ديت الف شكر، وبقول للناس كلها القائمين على النشاط الرياضي الف شكر. يا ابو علي، النهارده تنظيم البطوله تنظيم رائع باشراف الهيئه العامه للبترول، والسيد الدكتور احمد عبد الفتاح رئيس اللجنه حضر، الاستاذ محمد مصطفى سكرتير عام اللجنه برضه حضر، الاستاذ احمد سليمان مدير عام العلاقات العامه في هيئه البترول. دي الناس اللي منظمه الدوره، كانت دوره ناجحه. في لجنه فرعيه برئاسه الاستاذ ابراهيم احمد وكابتن ميدا وكابتن سعيد متولي وكابتن سيد عبد الجليل وكابتن هشام وكابتن ياسر، وانا يعني طبعا من ضمن اللجنه وكده. كان تنظيم اكثر من رائع على مدار 15 يوم للبطوله. الفرق اشترك في البطوله 6 فرق، اشترك النصر البترول والسويس للبترول والجمعيه التعاونيه وانابيب السويس والمركز الطبي ومصر البترول. كان تنافس شريف ومحترم. يمكن نهائي البطوله كان كل الفرق متساويه في عدد النقط، لكن اللي فرق في الموضوع الاهداف بين الفرق المعنيه. فاز النصر البترول النهارده 2-1 وفاز بالبطوله. لو كان خسر كان هياخد المركز الثالث، فده برضه مكسب كبير ونجاح كبير للرياضه في قطاع البترول اللي موجوده معانا النهارده في محافظه السويس. على طول احنا طبعا بنلعب طول السنه، كل سنه طبعا في الدوره الجميله دي بتاعت الشركات، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده. طبعا الدوري بتاع الممتاز طبعا خلص، والحمد لله ان الوقت موجود في الشركه، والحمد لله لعبنا والحمد لله كسبنا بالبطوله الحمد لله. الف مبروك، وان شاء الله انت خلاص تعيدت رسميا مع سموحه طبعا. الحمد لله في نادي سموحه ان شاء الله الموسم الجديد.